السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج يستفتونك. كان صلى الله عليه وسلم يحيي رمضان، وكان كلما تقدم رمضان يزداد إحياء له وحرصا على إقامة الطاعات فيه. كان يصوم يومه ويحيي ليله بالقيام حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. وكان من عباداته التي يحافظ عليها في رمضان الدعاء والأذكار والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من مقامات التعبد التي رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج يستفتونك. نرحب هنا معنا بفضيلة الشيخ جار الله، حياكم الله وبياكم شيخنا. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. يا أهلا ومرحبا، نعم. حياكم الله شيخنا. نعم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كيف كان؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أتم علينا من النعم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة. فقد قال الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودة. وقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله لعلكم تشكرون. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان عبارة عن نموذج قائم لتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى ولتطبيق القرآن، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. ولهذا هذه الآية التي ترشدنا إلى الهدي الأحكم والأفضل كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يمثلها في جميع أوقاته، ولكنه كما في صحيح مسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم له حالان. الحال الأول متمثل في قول الله سبحانه وتعالى، متمثل في القيام بالجهاد وبالتعليم وبإقامة الحلقات في المسجد وبالإصلاح بين الناس وبتوجيه الناس وبمخالطتهم. والحال الثاني هو أن يتفرغ إلى الخلوة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أشار إليه القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتهيأ إلى رمضان، فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصوم شعبان يكثر من صيامه، ولذلك أسباب، منها ما بين أنه شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. وكان إذا رمضان خطب الناس ومما يقوله لهم: قد أظلكم شهر عظيم فيه تتنزل الرحمات وفيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب جهنم وتصفد الشياطين.
كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالنسبة للعبادات في رمضان ينوعها ويعددها ويكثر منها. فنقف عند الحال الأول الذي رواه الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان نهاره يجود فيه بالخير، والخير كلمة عامة جامعة تشمل تعليم الناس، تشمل الإصلاح بينهم، تشمل زيارة المرضى وعيادتهم، تشمل كذلك القيام على اليتامى والأرامل والمساكين وتفقد حوائج الناس. أنها هي كلمة جامعة. وكان ليله يخلو في مدارسة القرآن، يخلو بالقرآن بالكلمة الجامعة وهي المدارسة، أي أنه يتدارس مع جبريل وهما أعلم خلق الله بالقرآن، لأن القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين بلسان عربي. جبريل نزل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نزل على قلبه، فهو يعلم المخلوقات بهذا القرآن، كان يدرس عن القرآن. وهذا يدلنا على أن في حال الإنسان أعظم ما يخلو به مع ربه هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن كتاب الله سبحانه وتعالى أمره يتعلق بالقراءة فقط، ولكنه يتعلق بتعلم أحكامه وتفهم معاني وتدبر كلماته وامتثال أوامره. فالختمات متعددة، هنالك ختمة التجويد، وهنالك ختمة التدبر، وهنالك ختمة العمل، أي بأن يقف الإنسان عند كل آية من كتاب الله ويراجع نفسه وينظر فيها هل طبق هذه الآية، هل امتثل هذا الأمر القرآني. وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدوة الناس في هذا وفي غيره من أنواع الخير، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كما سبق قالت: وكان خلقه القرآن، أي كان ما يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى من المعاني كثيرة متعددة مختلفة ومنافع لا يمكن أن تحصى، كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجبريل يتدارسانها في هذا الشهر العظيم. ولهذا هذا الشهر من المهم استغلال الأوقات فيه. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا الصوم ذكره بصفة أفعال، أيام معدودات، وأفعال من جموع القلة، أي إنها أيام قليلة العدد لكنها كثيرة النفع، ولأن نفعها يؤدي إلى التقوى الذي هو عبارة عن فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. فالشهر رمضان يحتاج المرء إلى أن ينظم فيه وقته، لا بد للمسلم أن ينظم وقته، وأن يكون لديه كل وقت يعلم ما سيفعل فيه، يحدد فيه ويعطي كل وقت ما يستحقه. فأيام الأيام التي لا يذهب فيها إلى العمل يجب أن يكون قيامه فيها أطول، وأن يكون ما يفعل فيها من عبادة الإظهار، ويجب أن حتى أن تنظم العبادات، يجب أن حتى العلاقة بالقرآن، علاقة بالقرآن في رمضان يجب أن تنظم، يجب أن تنظم. هو الناس مشتهون، هنالك من يحفظ القرآن، هذا يجب أن يكون له غاية، أنه في القرآن سوف إما أن يختم القرآن ختمة التدبر، إما أن يقرأ أحد التفاسير، إما أن يؤلف كتاب في القرآن، إما أن يقوم بنظم في القرآن.
معناها إما أن يعقد حلقة للتفسير، معناها هذا له معناها لا يقتصر على مجرد التلاوة التي يمكن أن توجد عند من هو دونه من ليس عنده علم. هنالك شخص يقرأ القرآن ولكن لم تجويده يبرز على أنه لم يخرج من رمضان حتى يحفظ جميع الأشياء المتعلقة بالقرآن من غنة ومن إظهار ومن إدغام ومن مد، حتى يسمى لديه مدرسة القرآن. وذلك شخص لديه بعض القرآن الذي يحفظه الآن، ولديه بعض القرآن الذي سبق أن حفظه ونسيه، ولديه بعض القرآن الذي لم يحفظه شيء. هذا يكون برنامجه في رمضان أنه سوف يحسن من حفظ ما نسي من القرآن، لأنها نوع من التوبة فيه من الختمة، بدل أن يمر بالقرآن كله ويقول أتيت بختمه وقد يسر، لأنه هو لديه من الحفظين، ويمكن أن كان في كل يوم يقرأ هذه الأحزاب 30 مرة قد أكمل الختمة، حصل لديه أجر ختمة. ولكن يكون عنده برنامج ليستزيد من القرآن خلال رمضان، ثم يزيد حفظ جديد، يضيف حزب جديد، يضيف حزبان، حزبين، يضيف، يكون في برنامج في مدرسة القرآن، وأنه يريد أن يستزيد من القرآن في رمضان، والناس تختلف برامجهم مع القرآن باختلاف مستوياتهم وباختلاف أحوالهم المتعددة. نعم. إذا من فتح الله عليه بالعلم عليه أن ينفق منه تدبرا وتعليما للآخرين، ومن ليس لديه رصيد كبير من يمكن يركز على التلاوة والإكثار منها والاستزادة من الحسنات. نعم. طيب، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الجود كما ذكرتم شيخنا، كيف يمكن أن نطبق هذه السنة في واقعنا اليوم، مشاركة للإفطار مع الفقراء، إحسانا إليهم، تصدقا على المحتاجين وغير ذلك، خصوصا في المجتمع المسلم الذي يكثر فيه المحتاجين لعمل الخير؟ لا، هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وفي الحقيقة صفاته متعددة، وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، وكلمة أفضل دائما أفعال للتفضيل ملازمة له. لكن شهر رمضان الإنفاق فيه مضاعف، لأنك أنت تعين إنسانا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ما تنفقه في رمضان يعين الآخرين على الصيام، يعينهم على القيام. في رمضان كذلك تفتح أبواب الجنة، بمعنى أن تفتح هنا أبواب الجنة هي إشارة إلى تكثير الحسنات، إلى أن الله تعالى يكثر ويضاعف هذه الأفعال الحسنة. فإذا كانت الحسنة في الأصل مضاعفة إلى 700، كانت في رمضان مضاعفة إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في رمضان المسلم ولا سيما الفقير يجب أن يحس بأن له إخوة يراعون أحواله ويريدون أن يساعدوه، وما يوجد من الأعمال في الخير، من أعمال الخير في رمضان كثيرا ما يبقى في الإنسان لفترات كثيرة جدا. ولهذا من أحسنت إليه في رمضان كثيرا هذه الحسنة تبقى معه ويكون لها أثر طيب، لأن هي كانت من أكثر المشوشات التي تشوش على الإنسان عندما تقع الحسنة الشيطان ومرضة الجن. إذا كان هؤلاء مصفدين فمعناه أنها سوف تقع من القلب بمكان ويكون لها أثرها الطيب. ولهذا على من أتاه الله سبحانه وتعالى مالا أن ينفق في رمضان، لا بنية أنه ينفق في رمضان، بل يفهم بقية عمره رمضان، وسوف يعطيه الله سبحانه وتعالى ما لا يقول سوف أنفق على هؤلاء طيلة رمضان وأمسك بعد رمضان، لا، ينفق يجعل بقية عمره رمضانية. وهذا في باب العبادات. في باب العبادات في رمضان الإنسان ينوي في قلبه
أن ما يفعله من العبادات في رمضان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على هذه الحالة التي لا شك أن فيها صفاء، لأنها حالة غاب عنها إبليس، غابت عنها مرات الجن، غابت عنها الشهوات، أن يسلطه الله تعالى عليها ويسر له البقاء عليها. وبالتالي فالمنفقون في رمضان أوصيهم بأن لا ينموا في أنفسهم أن هذا الإنفاق يختص برمضان وينتهي بمجيء عيد الفطر، بل يكون هذا سنة باقية في بقية عمره وفي عقبه إلى يوم القيامة. جزاكم الله خيرا شيخنا. في موضوع المسارعة والمسابقة. الآن نحن في اليوم العاشر من رمضان، قضت 10 أيام تقريبا من رمضان، وأمامنا العشر الأواسط. ما هي أهم ما يمكن أن يفعله المرء في العشر الأواسط استعدادا للعشر الأواخر؟ لا رمضان كله نور وخير وبركة، لكنه كلما تأخر ازداد نوره واكتمل ضياؤه. وهذه الله سبحانه وتعالى من حكمته ومن لطفه بعباده أن يجعل الفضائل أفضل الأوقات في آخر الساعات. كثيرا ما يكون الفضل في آخر الأمور، ولهذا جعل العبادات العظيمة في الثلث الأخير من السنة، مثلا رمضان، الحج، هاي كلها كانت في الثلث الأخير من السنة. جعل ساعة الجمعة في آخر يوم الجمعة، جعل ساعة الليل في آخر الليل، جعل كذلك العصر الأواخر في آخر رمضان، حتى يتنبه الغافل ويعقل من بدأ ولديه غافلة، وحتى يستدرك الساهي، وحتى يكون هذا آخر شيء تمحى به الذنوب وتزول به الخطايا. ومع الإنسان مع بداية هذه العشر الأوسط من رمضان أول شيء يقف وقفة محاسبة مع النفس من خلال ما ضاع من ما وقع من تفريط في العشر الأول، فيستدركه ويتهيأ بأحسن هيئة وبأكمل صفة لرمضان. وبعضهم يقول إن الإنسان في الجد والاجتهاد ينبغي أن يقيس نفسه على الغير. من كانت لديه بضاعة تروج في آخر رمضان يتهيأ الآن، فبضاعة المسلم كذلك وهي العشر الأواخر يهيئ نفسه لها، يعمل على أمرين: هو أولا استدراك النقص السابق، والثاني التهيؤ للفضل اللاحق. نعم. إذن شيخنا سننتقل للمحور الآخر، وهو إلى مجموعة من الأسئلة التي وردتنا. هذا السؤال يقول صاحبه: آه، امرأة تقول أن عندها أطفالا صغار وليس معها من يرعاهم في حال ذهابها إلى صلاة التراويح، فماذا تفعل؟ هل تصلي في البيت أم أنها لا بد أن تذهب إلى المسجد؟ هذه الأخت لديها مسائل كثيرة يمكن أن أولا هي ممكن أن تصلي بالبوق، لأن هذا جمهور علماء المعاصرين يجعلون الصلاة بالمسمع، لا سيما لذوي الأعذار يجعلونها من اللاك الصلاة المباشرة. الثاني بإمكانها كذلك أن تصلي التراويح في بيتها، ولهذا قيام رمضان إما أن يكون منه ما هو ظاهر وهو التراويح، ومنه ما هو خفي وهو صلاة خفية في البيت لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وعليه فهذان الاحتمالان، من كان أحدهما الأنسب إليها منهما فلتفعله، إما أن تصلي بما تحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى ولو كان حزبا في البيت، أو تصلي بالإمام من خلال المسمى. نعم. السؤال الثاني يقول: جماعة
كانوا صائمين وفي ليلة من الليالي تسحروا، وفي الصباح أثناء حديثهم شكوا في فساد صومهم لشكهم في تناول السحور بعد الفجر أو السحور بعد الفجر. فجاءهم شخص وقال إن حكمه الإفطار لأن يومهم ذاك فاسد، فأفطروا وظلوا يأكلون ويشربون، فما حكمهم؟ لا، أول شيء الشك، والشك ما كان معتمدا على قرينة. هو هنالك الوهم، وهو ما لا يعتمد على قرينة. وكل مسألة، آه، كل خيال أو شيء طرأ على الإنسان من غير أن يعتمد على قرينة معينة فهذا يعتبر وهما. والشك ما كان بالفعل في الدرجة الأعلى من ذلك. هذه من ناحية، وبالتالي فليس كل وهم وكل شيء يحدث يطلقه الشيطان يعتبر شكا. شكا. هذه هم بالفعل كان حكمهم أن يمسكوا، فعليهم القضاء، ولا أظن أن عليهم الكفارة، نعم. لأنهم غير منتهكين. يعني يعذرون بالجهل نعم، غير منتهكين هم، آه. لم ينتهكوا، هم اعتمدوا على أساس فتوى من يظن به الخير، وبالتالي فهم غير منتهكين فيما أرى الله. السؤال الرابع يقول: كثرة النوم في نهار رمضان هل تفسد الصوم؟ كثرة النوم هي عبارة عن تعطيل بعض نعم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى أعطى هذه النعم من أجل أن تشكر، وأن تستخدم بطاعة الله سبحانه وتعالى. فهو تعطيل لإحدى النعم التي أنعم الله، الكثير من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، ولا يفسد الصوم. السؤال الرابع: هل يمكن للشخص أن يصلي التراويح مقسمة، كأن يصلي 4 ركعات أول الليل، ثم في آخر الليل يصلي ركعات، ثم الشفع والوتر؟ لا، الأصل في التراويح أنها تفعل قبل النوم. هذه التراويح بالفعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الصحيح فعلها 3 ليال أو 4 ليال. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مسجد، أي مكان مخصص مكان بين بيت عائشة ومسجده صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يجلس فيه في النهار ليعلم الناس، وكان يقوم فيه الليل، يفعل فيه قيام الليل. فمر ناس وكانت حائط المسجد كان قصير، فرأوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي، فصلوا معه. فلما كانت في الليلة الثانية كثر الناس، فلما كانت في الليلة الثالثة أو الرابعة على اختلاف الروايات لم يخرج إليهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يخفى علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وكان في تلك الليالي كان يصلي 11 ركعة، لأنه كان يصلي 8 ركعات للتراويح والشفع والوتر بعد ذلك. هذا هو أصل التراويح، فهي صلاة قبل النوم. لكن الإنسان يصلي التراويح مع الناس، وبعد ذلك تكون له خبيئة في منزله من عبادة، من صلاة ومن غير ذلك. إن شاء صلى الوتر معهم، وإذا استيقظ صلى ما شاء ولا يعيد الوتر، وإن شاء أخر الوتر إلى آخر الليل. سؤال يقول صاحبه: معكم عبد الله زين العابدين، أحييكم وأحيي الشيخ جار الله وأطلب منه الدعاء. حفظه الله تعالى وبارك فيه. آمين. السؤال يقول: هل راتبة العشاء أي الركعتين التي بعدها تسقط مع التراويح، أم أن من السنة الإتيان بها قبل البدء في التراويح؟ لا، راتبة العشاء هي أصلها جزء مستقل عن قيام الليل، ولكن هذه الراتبة إنسان ينوي بها الركعتين الأولين من التراويح، ينوي بهما الراتبة، لأن انشغال الناس بالراتبة قد يؤدي إلى داخل المسجد والناس يصلون، فلينوي بالركعتين الأولين من التراويح أنهما راتبة العشاء،
وبعد ذلك يصلي التراويح العادية وهي 11 ركعة. لا سيما أن الدارجة والعادة التي عندنا أننا نصلي 13 ركعة على أساس حديث ابن عباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة مبيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معه صلى 13 ركعة، فهذا عليه اعتمد الناس. سؤال: تقول صاحبته: المرأة انقطع عنها الحيض في نهار رمضان تقريبا الثالثة، تمسك بقية النهار أم لا؟ لا، هي تتطهر وتصلي الظهر ولها بقية يومها، تقضيها اليوم بعد ذلك. جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه الإجابات الطيبة والإفاضات. أحسن الله إليكم. نشكركم جزيل الشكر، حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة. إلى حلقة قادمة، نحن بانتظار أسئلتكم واستفساراتكم على واتساب البرنامج الرسمي المنشور على صفحة الجمعية. حياكم الله وبياكم.